احلى تتبيله للسمك المقلي هي عباره عن ايه؟ الاول تعالوا مع بعض نقول الحكايه حلوه ونبدا بذكر الله وصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل المقلي النهارده سمك الدنيس الحلو الجميل، بنقصقصه ونقشره ونفتح بطنه ونغسله غسله كويسه بالشكل ده كده. وبعد ما غسلنا الدنيس بتاعنا كده هنشرحه تشريحتين من الجنبين، وبعد كده هنروح نتبله التتبيله اللي هي عباره عن 3 قرون فلفل الوان. هنقطعهم كده ونحطهم في شفشق الخلاط، وهنختار راسين توم مثلا ونفرمهم ونحطهم على الفلفل، وهنجيب البهارات الملح والكمون والشطه والكزبره والبابريكا والكاري وسنه قرفه، ومعاهم عصير الليمون ومعلقتين 3 مستردة. يبقى المستردة والليمون والثوم، وبنضيف برضو الميه ونضرب كل ده في الخلاط. وتعالوا بقى نتفرج على جمال التتبيله كلون وطعم، وبص على الجمال شكل الدنيس بعد ما تنضف كله كده. وتعالوا مع بعض، لو التتبيله تقيله هنتبله بايدينا بالشكل ده كده، نتبل السمكيه من بره ومن جوه ونسيبها تلت ساعه تشرب التتبيله. اما لو التتبيله خفيفه فهنسقط كله مع بعض. هننزل بقى الدنيس في التتبيله الخفيفه برضو، طبعا مخفوفه بالميه يا جماعه، واخده برضو مستردة واخده التوابل والبهارات وحاجه زي الفل. بعد كده هنطلعه من التتبيله على الدقيق على طول. بعد ما نغلف السمك بتاعنا كده بطبق الدقيق، هنطلعه من الدقيق نكونوا مسخنين الزيت، والزيت اللي معانا كتير وسخن وزي الفل، وننزل سمكنا بالشكل ده. وما نقلبش على طول، نسيب السمك بتاعنا يشد في قلب الزيت، ولما ياخد اللون الذهبي ويعوم على وش الزيت نبدا نطلع الدنيس معاه شويه دقه كده حلوين. بعد ما شفنا التتبيله وطريقه التنظيف وطريقه القلي للدنيس والشكل الجميل الرائع ده كده، بص على الجمال، قرب شايف؟ الله يا سلام على الجمال. حطوا لنا لايك يا جماعه وشاركوا الفيديو ده للغير، وقولوا لي رايكم في التعليقات، وانتظروا الافضل دايما من اخوكم الشيف رضا شعبان فوده.